بسكوت كيلو وربع دقيق. كيلو وربع دقيق بياخد نص كيلو سمنه على زيت. نص كيلو سمنه على زيت بتقسمها ازاي؟ يعني نص كيلو الا ربع زيت والربع زيت سمنه، قصدي كيلو الا ربع سمنه، والربع اللي فاضل للنص كيلو بنكمله زيت. ماشي. وهنا معلقه نشا ومعلقه لبن بودره، معلقتين او 3 جوز الهند ناعم، بيضتين، ريح جوز الهند، ريح برتقان، ده بيكنج باودر بحط ربع معلقه صغيره، ولبن نص كوبايه لبن، وعصير برتقان، ونص كيلو سكر بودره، نص كيلو سكر بودره. دلوقتي انا هضرب السمنه مع الزيت، هفضل اضرب فيهم لحد ما يبقوا كريمي، وبعد كده هنزل بالسكر البودره. خليكم معايا. دلوقتي انا ضربت السمنه مع الزيت زي ما انتم شايفين شكلها بقى كده. دلوقتي هنزل بنص كيلو السكر حبه بحبه، واقعد اضرب وافضل اضرب لحد ما السكر يدوب خالص، وبعد كده انزل بالبيض. خليكم معايا. ده القوام اللي بنوصل له بعد ما بضرب بالسكر البودره. بفضل اضرب لحد ما ياخد القوام ده كده، لونه يفتح كده وياخد القوام ده زي ما انتم شايفين. ماشي. دلوقتي هنزل بالبيض، بيضه بيضه، وهضرب وفانيليا، واحط على كل بيضه شويه فانيليا، وهفضل اضرب لحد ما لونه برضو يفتح. ماشي. والقوام بتاعه يتقل عن كده. خليكم معايا. هزود البيض واضربه وارجع اوريكم القوام بتاعه. القوام اللي احنا وصلنا له بعد ما ضربت، بيكون ده القوام اللي انا وصلت له بعد ما ضربت البيض مع السمنه ومع السكر. توصل القوام ده ويبقى لونها كده زي ما انتم شايفين. شوفوا بتضربوا بالمضرب، العلامات اللي بتاعه المضرب ما بتروحش زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هضيف جوز الهند، جوز الهند. ماشي. وهضرب برضو، وهضيف بقى الروايح اللي هي ريح البرتقال. ماشي. وريح جوز الهند، وريح جوز الهند زي ما انتم شايفين كده. انا ضفت دلوقتي جوز الهند وريح البرتقال وريح جوز الهند زي ما انتم شايفين اهي، وهرجع اضرب تاني. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي انا ضربت جوز الهند وريح الكحك وريح قصدي البرتقال وريح جوز الهند. ماشي. ضربتهم لحد ما اختلطوا كويس كده مع الخليط. دلوقتي هنزل باللبن والعصير البرتقال، هنزل باللبن وعصير البرتقال وارجع اضرب تاني. هضرب وارجع لكم. ودلوقتي زي ما انتم شايفين انا ضربت عصير البرتقال. انا اخدت نص كوبايه عصير برتقال اخدت وسبت شويه من اللبن زي ما انتم شايفين كده، ما اخدتوش كله. ماشي. لقيت السوائل هتبقى كتيره كده عليه، فما اخدت بقى ايه، ما اخدتش اللبن كله. زي ما انتم شايفين هو الخليط بيبقى عامل كده. بفضل اضرب فيه لحد ما يختلط كله ببعضه ويبقى بالشكل ده. دلوقتي هنزل بالنشا واللبن البودره. ماشي. وهقلب بقى بايديا كده. هقلب الاول بالمعلقه لحد ما، وهحط دقيق. يعني هحط دول، وهحط ربع معلقه صغيره بيكنج باودر. ماشي. ربع معلقه صغيره بيكنج باودر مع اللبن البودره والنشا، وهكمل بدقيق لحد ما تلم معايا العجينه. ماشي. خليكم معايا. هجهز وهوريكم. دلوقتي انا بنزل بالدقيق حبه حبه وبقلب بالمعلقه لحد العجينه ما تلم معايا. بنزلش بيه مره واحده، انزل حبه حبه كده بالمصفى كده، واقلب لحد ما الكميه تختفي، تختلط مع بعضها، وارجع احط حبه غيرها. طبعا البسكوت ما بيتعجنش، هو يا دوب بس تلم العجينه عشان ما يعملش عرق معايا. زي ما انتم شايفين كده هفضل اضيف حبه دقيق بحبه دقيق، واقلبهم لحد ما اخلص كميه الدقيق معايا. هجهزها وارجع لكم. خليكم معايا.
انا خلصت العجينه اهي، خلصت عجينه البسكوت. زي ما انتم شايفين ما بتلزقش في الايد. ماشي. دلوقتي هسيبها ترتاح شويه، طبعا بتتغطى بكيس. انا لميتها وغطيتها الكيس، طبعا ما بتتعجنش كتير. هسيبها ترتاح شويه قبل ما اجهز الصواني واجهز المكنه. طبعا انتوا عارفين باستخدام المكنه ايه. وهجهز صينيه. هشكل صينيه وارجع لكم، وارجع اوريها لكم. خليكم معايا. اول صينيه زي ما انتوا شايفين كده طالعه ناشفه حلوه، والبسكوتيه كده ان شاء الله تطلع خفيفه زي ما انتوا شايفينها. دلوقتي انا مسخنه الفرن، هحطها في الفرن. الفرن يكون واطي من فوق ومن تحت لحد ما تاخد لون من تحت، وبعد كده اطلعها فوق عند الشوايه زي ما انتوا شايفين. شوفوا شكلها، هي دلوقتي لسه مدخلتش الفرن. طبعا بتدخل على فرن سخن زي ما قلت لكم. هخلص الكميه وارجع اوريكم بقى بعد ما استوى. شوفوا البسكوته خفيفه والنقشه باينه. جربوا المقادير اللي انا قلت لكم عليها بنفس الطريقه، هتعجبكم. ولو عجبتكم الطريقه، شوفوا حتى لما بتتكسر، شوفوا كسرتها. لو عجبتكم عايزه لايك وشير وتعليق حلو منكم يخليني اقدم لكم اكلات اكتر ووصفات جديده اكتر. ومع السلامه، وكل سنه وانتم طيبين.